لقبت بحسناء بيانكي. لوسي أرتين الحسناء التي هزت عرش مصر وأطاحت بأبو غزالة. الراقصة لوسي أرتين صاحبة أكبر فضيحة وفساد في مصر، انشال فيها نائب رئيس الوزراء وأشهر وزير دفاع في مصر. لوسي أرتين هي سيدة أعمال مصرية تنتمي للطائفة الأرمنية في مصر، وابنة شقيقة الممثلة لبلبة. في 1993 كانت صاحبة الفضيحة التي ووصفت بأنها أخطر قضايا الفساد في مصر في 25 سنة الأخيرة، التي انتهت بالإطاحة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وبالرجلين الثاني والثالث في وزارة الداخلية بعد الوزير هما اللواء حلمي الفقي مدير الأمن العام، واللواء فادي الحبشي مدير المباحث، وبثلاثة قضاة. وما خفي كان أعظم. أهلا بكم في أخبار النجوم مع إيمي. اللي لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت. في أوائل التسعينات دخلت سيدة أعمال زي القمر مكتب الشهر العقاري في مصر الجديدة عشان تخلص شوية ورق، وكان أوراقها مش مستوفية، وكلمة منها على كلمة من الموظفة المسؤولة شدت سيدة الأعمال مع موظفة الشهر العقاري. حادثة عادية جدا بتحصل كل يوم في مكاتب الحكومة وبصورة يومية، ولكن اللي خلى الموضوع مش عادي إن سيدة الأعمال بعد ما استخدمت التهديدات بالجملة المشهورة منذ بداية الخليقة في مصر: انت مش عارفة انت بتكلمي مين ولا ايه، برضو كان ممكن الموضوع يعدي عادي. جملة وبنسمعها كل دقيقة، خصوصا في الحوارات العربيات وحوادث العربيات. المهم ان الموضوع خرج من دايرة التهديد، واجرت سيدة الاعمال اتصالات وراحت الموظفة في خبر كان، والموظفة كانت وقالت لها انت ما تعرفش انا بنت مين في مصر. المهم الموضوع كبر وبدأ التحقيق فيه في قضية اسمها استغلال النفوذ. من اجراءات القضية تعرف استغلت علاقاتها ازاي ونفوذها، ووصلت لوزير، وصلت كمان لحد فين. بدأت الجهات المسؤولة تسجل ليها، وكانت النصيبة الكبرى الست ليها علاقة بالقصر نفسه، والاتصالات اتسجلت مع حد من جوه القصر الرئاسي. وبعد فترة كبيرة من المراقبة والتسجيلات اكتشفوا علاقتها بوزير الدفاع ونائب رئيس الجمهورية وقتها المشير أبو غزالة، ده غير المسؤولين بوزارة الداخلية ورجال القضاء وغيره وغيره. ويقال والله أعلم إن هي عملت كل العلاقات دي مع المسؤولين بسبب قضية طلاق ونزاعات بينها وبين جوزها، إنها استخدمت الرشوة بكل أشكالها. وسبب القضية شال رجال كبار في الدولة، منها وزير في أكبر منصب سيادي وصل إنه يكون مساعد رئيس الجمهورية، ومحافظ مدينة ساحلية، ومدير أمن عام، ومدير مباحث العاصمة، وقاضي شهير جدا، وقضاة 2 غيره، منهم رئيس محكمة كبيرة كان بيحكم في قضية تخصها اتقبض عليه، ومعاها في شقة تخص أخوها. طبعا فضيحة كانت مدوية، تم حظر النشر فيها، لكن حظرها خلاها اشتهرت اكتر، وبقى المجتمع المصري كله يتكلم عنها وبشكل مكثف. اتعمل بسببها جلسة تحت قبة البرلمان اتسمت جلسة لوسي أرتين. وقتها كان المجلس كامل حضر الجلسة رئيس الوزراء بنفسه وأكتر من نص الحكومة، منهم وزير العدل ووزير الداخلية كمان. هي مين بقى لوسي أرتين دي اللي قدرت تعمل كل ده؟ لوسي أرتين سيدة أعمال مصرية شديدة الجمال بتنتمي للطائفة الأرمنية، وبنت أخت الفنانة لبلبة وقريبة نيلي وفيروز. طب القضية لفين وحصل ايه مع المسؤولين؟ الجهات المسؤولة كانت بتسجل مكالماتها، فاتضح انها اتسربت، واتضح ان ايديها طايلة قوي. كمان كانت بتقدر ترفع السماعة في اي وقت، وتقدر تكلم اي مسؤول في الدولة وتطلب منه اي خدمة، وكانت اوامرها مجابة. هي حاطة رجل على رجل. بسبب القضية استقالت وزارة الدفاع أقال وزير الدفاع من منصبه، وأقالت عدد من المسؤولين، لواءات شرطة ومسؤولين كبار في الدولة، واتسجن عدد مش كبير من أصحاب المناصب الكبيرة في الدولة، منهم قاضي شهير. اتحكم على لوسي أرتين بالسجن بتهمة الرشوة، وفي قضية تانية تهمة الرشوة وتزوير. واختار للشهر العقاري طبعا، واتقبض عليها وتحولت لسجن القناطر، وتم حظر النشر في القضية. ولكن أعيدت القضية للنور لما الصحفي ورئيس تحرير جريدة صوت الأمة الإعلامي والمذيع وائل الإبراشي، اللي كان ينشر المكالمات في موضوع فساد رجال الدولة، وكان من بين المكالمات كان في مكالمة مش ولا بد يعني مع شخصية مهمة. ودخلت لوسي أرتين سجن القناطر، ودخل كان مسؤول السجن. بعد شهرين بالظبط خرجت لوسي من السجن، وخرج المسؤولين الكبار،
وانتهت القضية بطريقة غير مفهومة، وكفوا على الخبر مجور زي ما بيقول، كأن شيء لم يحدث. لحد النهاردة محدش عارف هو ايه اللي حصل من البداية. يعني لو مقصود انهم يقبضوا عليها عشان الرشوة والفساد واستغلال النفوس، ما كانتش هتخرج من السجن بالطريقة دي. لو مقصود انهم مخوا على القضية وكتمان الموضوع، ما كان فضحوا القصة من اصلها وتخلص بسرعة ويتخلصوا من التسجيلات كلها، ولا من كان من شاف ولا من دير. طليه بعد خروجها من السجن ولا حاجة. رجعت لوسي أرتين لحياتها ومارست دورها عادي خالص، سيدة أعمال. حصلت على نفقة من جوزها لأولادها. اختفى رئيس محكمة مصر الجديدة وبقى المسؤولين أصبحوا نجوم مجتمع، وبقت لوسي أرتين حسناء بيانكي ولا غبار